في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على فريد وعرفنا إنه بيخاف من كل حاجة تقريباً وبالذات الضلمة، وعرفنا كمان إن نفسه يتكلم مع نومي صاحبته، وبرغم إن نومي وقفت وقالت له إنها مبسوطة إنهم هيطلعوا الرحلة سوا، إلا إن فريد ما اتبسطش لأنه مش ناوي يطلع الرحلة لأنه بيخاف من الرحلات. شفنا كمان إن في ولاد بيضايقوا فريد من ضمنهم تشارلي الشرير اللي دايماً بيحب يتريق على فريد ويزلس عليه. وشفنا بعد كده الوحش اللي ظهر لفريد وعرفنا إنه ظلام بنفسه، وعرفنا إنه طيب ومش المفروض الناس تخاف منه. بعدها ظلام طلب من فريد إنهم يقضوا يوم سوا عشان يتغلب فريد على مخاوفه وكمان يغير وجهة نظره في الليل والضلمة. وبس كده، يلا نكمل. استنى أنا عارفة أنت بتحاول تعمل إيه كويس يا بابا. قصدك إيه؟ احكي لي حكايتك مع الضلمة زمان عشان تخليني أتغلب على خوفي من الضلمة. أوه، يعني مش عايزاني أكمل؟ أنا بس بقولك إني عارفة أنا قصة عجباني وعايزة أكملها. يبقى تسمعي للآخر. بعد ما رحت أنا وأستاذ ضلمة. يا أخي ما تخافش، جمد قلبك. حط إيدك في المية زيي. مش معقول، مش قلتلك إنك أوفر؟ أنا عايز أروح. ما أقدرش أروحك، بتهزر؟ لازم يعدي 24 ساعة، هو كده. إيه لو كنت عايز تروح لوحدك؟ استنى ما تسيبنيش. بطل ندالة. أنت عارف كام واحد بيستنى الفرصة دي؟ 0. بالهبل، الإجابة بالهبل. ودلوقتي يلا مكعبين. بقولك إيه يا برنس، عايزين نصطفي اللي بينا عشان عايز أعرفك وشوية ناس صحابي. دي مين؟ كائنات الليل التانية. دي تبقى نوم بتساعد الناس على إنها تنام. بديهي يعني، مش محتاج تبقى عبقري زمانك عشان تعرف. ده بقى قلق بيخلي الناس تقلق من المهام والحاجات اللي وراهم ما عملوهاش. وظيفته تبان سخيفة بس هي في الحقيقة مهمة جدا. ده بقى صاحب الأصوات الليلية، إيكو بيساعد الأطفال إن هم ينموا خيالهم، فدوره مهم أكيد. دي بقى هدوء وظيفتها إنها تشفط كل التوتر اللي موجود جوه كل واحد بالليل. وظيفتها مهمة جدا. أن دي بقى ست الكل الكبيرة، أحلام بتساعد الناس طبعا على إنها تحلم، والأحلام زي ما احنا عارفين مهمة جدا جدا جدا. وبس كده. جاهز نقابلهم؟ دورك. أنا لازم أفكر. ألعب ده ولا ده؟ نوم؟ في فرق. قعدنا هننزل كتير. أهلا ملوك الليل. قول إنك بتهزر. يا ولد المزح. أصدقكوا. يا جماعة أنا جايبه هنا عشان نعالجه ويبطل خوف. ده بيسرس ليل نهار، اسمعوني بس، لما يبطل خوف هنخلص من سرير ولما من خوفه يبوظ لك شغلك. ما تقلقوش، أنا عارف بعمل إيه كويس، صدقوني. انت حر، بس ابعدوا عن طريقنا. أنا متشكر جدا، صدقوني هنبعد عن طريقكم تماما، مش هتحسوا بينا. اتمنى. نكمل؟ دلوقتي هنشوف شغلهم بيمشي ازاي. هنشوف أول نوم. أنت بتنيمه ولا بتقتله؟ ها؟ لا، هنا ده اتفقنا. ده تنوين ازاي ده؟ هنا احنا اسفين جدا، هنختفي حالا. دلوقتي هنشوف قلق. يا أخي اصحى، خلص شغلك، اصحى بوس إيدك. اصحى يا حاج، الأكل هيتحرق. دي مقتولة مش نايمة. المشي على النار، المشي هيولع، المشي على النار. أنا ولعت. بقى ده سبب قلقي طول عمري؟ مش ممكن هذا. أنت بتعمل إيه هنا؟ خد وامشي. يلا بينا. مساء الفل. هش. ماما في صوت يخوف بره. يا صغير اللي جوه انت بتعمل ايه؟ ده يا بتعمل ابو ايه؟ اسكت. انت فعلا بتبوظ شغلنا. انا همشي قبل ما بينا على هدوء شغلها صعب بس هي محترفة. اتفرج. ده سكوت فظيع. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ خد الكائن المزعج ده وامشي. انا لازم اشتغل بتركيز، انا مش بيبي من فيكر. عليا. ودلوقتي يلا بينا على أهم واحدة في الليلة. بكرة ميعاد تقديم مشروعك وهتقدميه هايل يا رينا.
انت موظفة هايلة يا رينا. دي احلى ام في الدنيا. لا هايل. حلوه قوي. ايه الشطاره دي؟ برافو. روح واتفرج، ما يهمكش اي حاجه ياما. انت اللي عملت ده كله، وطبعا حضرتك السبب. انت مش عارف ان اي حاجة هو هيفكر فيها هتخش جوه الحلم وتبوظه؟ انت فكرت في كل ده فخ؟ ايوه بس انت فكرت في حاجه تانية مش كده؟ فكرت في واحد معايا في مدرسة اسمه ريتشيو. ها؟ انا بقول نجري. فريد العيوطة